تخيل ان انت شغال على بروجكت جديد وبتقرر ان انت تستخدم رياكت كالعاده، بس فجاه حد بيقول لك ليه ما تشتغلش بنكست جي اس اسرع واقوى واحسن للاس اي او، فتدخل في الدوامه المعتاده. هل فعلا محتاج النكست جي اس ولا رياكت لوحدها كفايه؟ النهارده هنحل اللغز ده مع بعض، هنقارن بين الرياكت والنكست جي اس ونشوف امتى يكون الرياكت العادي هو الاختيار الصح وامتى يكون النكست جي اس هي السوبر باور اللي هيفرق معاك، والاهم من ده كله ازاي تاخد القرار الصح لمشروعك من غير حيره. مستعد؟ كوبايه القهوه بتاعتك ويلا بينا. عايزك تتخيل معايا انك بتبني بيت وعندك طريقتين عشان تبنيه. اول طريقة هيكون معاك الطوب والاسمنت والحديد، بس مفيش مخطط جاهز، يعني عندك كل المواد الخام بس انت لازم ترتبها وتصممها وتظبط كل تفصيلة بنفسك. هيكون عندك حرية كاملة، بس اي غلطة بسيطة هتحتاج وقت طويل عشان تصلحها. الطريقة دي هتكون هي الرياكت. اما النكست جي اس هو نفس الفكرة، بس هيكون معاك مهندس معماري ومدير مشروع، يعني هيكون عندك المخططات جاهزة والعمال عارفين شغلهم، يعني التنفيذ هيكون اسرع والجودة هتكون اعلى والنتيجة هتكون افضل بكتير بأقل مجهود. خلينا نوضح الكلام ده بشكل تقني اكتر. الرياكت هي مجرد لايبراري عشان نبني بيها واجهات الفرونت اند، بتمكنك من التحكم في كل حاجة، بس مش بتوفر لك حلول جاهزة للأداء والاس اي او تحميل الصفحات بسرعة. اما النكست جي اس فهو فريم ورك مبني على رياكت، لكنه بيديك ادوات جاهزة عشان يكون في تحميل اسرع للصفحات بفضل الاي اس ار والاس اس جي والاس اس ار، وكمان تحسين للاس اي او عشان محركات البحث تفهم موقعك بسهولة. لو انت بتشتغل على رياكت فانت اكيد سمعت عن السي اس ار، بس انت غالبا هتكون بتسأل نفسك هو ايه الاس اس ار والاس اس جي والاي اس ار اللي احنا بنتكلم عليهم دولت. في الجزء ده من الفيديو هشرح لك الفرق بينهم وازاي كل واحدة بتأثر على الاداء والاس اي او. اول حاجة السي اس ار او الكلاينت سايد ريندرنج. ايه اللي بيحصل؟ المتصفح بيحمل ملف HTML فاضي تقريبا مع ملفات الجافا سكريبت. الجافا سكريبت بعد كده بيطلب البيانات من ال API وبيعرضها للمستخدم، وفي الحالة دي المستخدم بيشوف الصفحة بعد ما بيتم تحميل البيانات وتشغيل الرياكت. مميزاته ان هو بيكون مثالي للتطبيقات التفاعلية زي لوحة التحكم، الداشبوردز يعني، او الادمن بانلز. في الحالة دي تجربة المستخدم بتكون سلسة بعد التحميل الاولي، وبالتالي ده بيقلل الضغط على السيرفر لان البيانات بتتحمل من ال API بس عند الحاجة. عيوبه ان هو بيكون بطيء في التحميل الاولي لان الصفحة بتظهر فاضية لحد ما البيانات بتتحمل. الاس اي او بيكون ضعيف جدا لان محركات البحث بتشوف ال HTML فاضي من غير بيانات، وده بيأثر على الفهرسة. طب هو مناسب لمين؟ لو عندك تطبيق داخلي مش مهتم بالاس اي او زي لوحة تحكم او تطبيق ادارة مهام او موقع تفاعلي بيحتاج تحديث البيانات باستمرار. الطريقة التانية واللي هي الاس اس ار او السيرفر سايد ريندرنج. السيرفر بيستقبل الطلب وبيجيب البيانات وبيعمل صفحة ال HTML كاملة بالبيانات. الصفحة بتوصل لمستخدم جاهزة فبيشوف المحتوى فورا من غير تحميل إضافي. مميزاته سرعة تحميل أعلى لأن الصفحة بتوصل لمستخدم كاملة. ال SEO بيكون ممتاز لأن محركات البحث بتقدر تقرأ الصفحة كلها من غير مشاكل، وبالتالي أفضل تجربة للمستخدم لأن المحتوى بيظهر فورا من غير انتظار تحميل البيانات. عيوبه إن كل مرة المستخدم بيطلب الصفحة السيرفر بيعيد تحميل البيانات وبيعمل ملف ال HTML من جديد، وده ممكن يعمل ضغط على السيرفر خصوصا مع عدد الزيارات الكتير. طب هو مناسب لمين؟ لو عندك موقع محتوى أو مدونة أو موقع إخباري وعاوز تحميل سريع مع SEO عالي يبقى الطريقة دي ليك. تالت طريقة وهي ال SSG أو ال Static Site Generation. ايه اللي بيحصل؟ الصفحة بتتعمل مرة واحدة بس أثناء البيلد وبتتخزن كملفات HTML ثابتة. المستخدم بياخد صفحة جاهزة تماما من غير الحاجة للسيرفر عند كل زيارة. مميزاته أسرع طريقة لأن الصفحة بتوصل للمستخدم كملف HTML جاهزة. ال SEO بيكون ممتاز عشان محركات البحث بتشوف الصفحة كاملة، وتحميل خفيف جدا على السيرفر لأن كل الصفحات بتكون ثابتة وجاهزة. عيوبه إن هو مش بيكون مناسب للبيانات اللي بتتغير كتير لأن أي تحديث هيحتاج إن هو يعمل عملية ريبيلد للموقع كله. مش مناسب لو عندك آلاف الصفحات لأن عمل كل الصفحات أثناء البيلد هيكون بطيء جدا. طيب هو مناسب لمين؟ لو عندك مدونة أو موقع تعريفي أو موقع ثابت مش بيتغير كتير زي اللاندنج بيجز او الدوكيومنتيشن سايتس، فالحلقه دي طريقه هتكون مناسبه ليك جدا. رابع طريقه وهي الاي اس ار او الانكريمنتال ستاتيك ريجنريشن. ايه اللي بيحصل؟ الصفحه بتتعمل مره واحده بس اثناء البيلد زي الاس اس جي، لكن لو البيانات اتغيرت نيكست جي اس بيجدد الصفحه تلقائيا كل فتره معينه. ميزاته ان هو بيجمع ما بين سرعه الاس اس جي مع امكانيه تحديث البيانات تلقائيا من غير ما يعمل ريبيلد كامل. الاس اي او بيكون ممتاز لان الصفحات
صفحات بتكون ثابتة ومحركات البحث بتقراها بسهولة. أداء عالي لأن المستخدم بياخد صفحة ثابتة وفي نفس الوقت بيانات بتتجدد من غير ما يكون في ضغط على السيرفر. عيوبه إنه مش بيكون لحظي زي ال SSR لأن التحديثات بتظهر بعد فترة معينة مش على طول. لو البيانات بتتغير كتير جدا ممكن يكون الحل ده مش الأنسب نهائيا. هو مناسب لمين؟ لو عندك متجر إلكتروني أو قائمة مقالات أو موقع محتوى بيتحدث بشكل دوري بس مش محتاج التحديث يكون لحظي. كده احنا شرحنا الأربع طرق. السؤال هنا امتى يكون النكست جي اس أسرع وأفضل؟ لو أنت محتاج SEO قوي زي المدونات أو المتاجر الإلكترونية أو المواقع اللي بتعتمد على البحث، أو لو أنت عاوز أداء أسرع وتحمير فوري للصفحات، أو لو أنت عندك صفحات كتيرة بمحتوى ديناميكي لكنها مش بتتغير كل ثانية، أو لو أنت مش عاوز تعتمد على مكتبات خارجية كتير، في الحالة دي النكست جي اس هيكون أفضل خيار ليك. طب إمتى تستخدم الرياكت؟ لو أنت شغال على تطبيق داخلي زي الداشبورد أو الأدمن بانل ومش محتاج ال SEO، أو لو كل البيانات بتتعرض بناء على تسجيل دخول المستخدم زي تطبيقات الساس، ولو انت عاوز تحكم كامل في كل حاجة بنفسك من غير فرض اي بنية معينة عليك. في الحالة دي الرياكت هيكون افضل خيار. خلينا نقول امثلة عملية لمشاريع ممكن تستخدم فيها الرياكت او النكست جي اس. اول حاجة رياكت اللي بيستخدم تقنية CSR بس. في الحالة دي تطبيقات الداشبوردز هتكون مناسبة ليه، وكمان تطبيقات السنجل بيج ابلكيشن او الادوات التفاعلية زي تطبيقات ادارة المهام. اما بالنسبة للنكست جي اس اللي بيستخدم ال SSR وال SSG هيكون مناسب ليه مواقع التجارة الإلكترونية اللي هي الإي كوميرس، وكمان هيكون مناسب ليه جدا المدونات والمواقع اللي محتاجة SEO قوي ومواقع الأخبار والمحتوى الديناميكي. طيب الخلاصة أي واحد تختار؟ لو أنت محتاج SEO وأداء سريع وتحميل صفحات محسن الأفضل أنت تستخدم نيكست جي اس. ولو انت بتعمل ابلكيشن داخلي او سنجل بيج ابلكيشن ومش محتاج ال SEO، في الحالة دي ارشح لك ان انت تستخدم رياكت العادي. دلوقتي يجي دورك، هل انت استخدمت نيكست جي اس قبل كده؟ وهل انت شايف انه يستاهل ان انت تستخدمه بدل الرياكت العادي؟ شاركني رايك في التعليقات. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ولو انت عندك سؤال عن الرياكت او النيكست جي اس اكتبه في الكومنتات وهجاوب عليك. يلا سلام.